رمضان ما بيكملش من غير القطايف، ووجودها على السفرة هو اللي بيعمل البهجة في البيت. النهاردة في مطبخ وديدة هنعمل القطايف بالمكسرات بكل أسرارها عشان تطلع معاكم زي الجاهزة بالظبط. هقول لكم في نص الفيديو على السر اللون الذهبي المظبوط، وكمان السر اللي بيخليها تفضل مقرمشة لتاني يوم من غير ما تشرب زيت أبدا. خليكم معايا عشان نعرف الأسرار دي ونعملها ببساطة وبهدوء زي ما تعودنا. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتنوروني باللايك، وده شيء بيفرحني جدا. تعالوا نشوف. أول حاجة احنا هنبدأ بالشربات عشان نخلصه ويبرد. احنا عايزين شربات تقيل. حطينا مج مية عليه 2 سكر بنفس طبعا الكوباية، لاحظوا ان الكوباية كانت واحدة. وحطينا عليهم عصير ليمونة، وهحط كمان 1 كيس فانيليا. ده كده الشربات، كده تمام. هيتقلب وبعد كده يتساب على نار هادية جدًا لمدة 10 دقايق على نار واطية أوي، عشان يبقى تقيل. إحنا عايزين شربات تقيل. دلوقتي هنبدأ في القطايف. عجينة القطايف بتاخد كوبايتين مَيّة دافية على كوبايتين دقيق. فإحنا أول حاجة بنحط نُص كوباية مَيّة دافية، وحطينا عليها معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة. هنقلب كل ده مع بعضه كويس أوي، يدوب السكر والخميرة ندوبهم كلّهم، وبعد كده ننزل بالكوبايتين بتاعة الدقيق. برضه أنا باقول لكم بأكد إن لازم الكوباية أو المَج واحد. نقلّبها وبعد كده نحط الباقي من المَيّة اللي هي الكوباية ونُص التانيين، ونبدأ بقى نقلّب ده كلّه مع بعضه لحد ما تبقى عجينة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، سايلة، لا خفيفة ولا تقيلة. دلوقتي هنحط نُص معلقة baking powder. أنا حطيت الtouch بتاعي، نُص معلقة وشوية صغنّنة، بس هي نُص معلقة صغيّرة baking powder، ونُص معلقة بيكربونات الصوديوم. ده بقى السر اللي أنا عايزة أقول لكم عليه. بيكربونات الصوديوم هي اللي بتدّيها القرمشة اللي بتخلّيها لتاني يوم مقرمشة ومش بتطرى، وفي نفس الوقت بتدّيها لون حلو جدًا. مش بتخلّيها فاتحة كده ومش حلوة، بتدّيها لون الحلويات بتاعة المحلات اللي برّه، أفخم المحلات يعني. فيا ريت يبقى الاتنين دول مع بعض، بيبقى mix حلو أوي. دلوقتي إحنا غطيناها لمدة ما فيش ربع ساعة بس، ما بتخمرش وقت طويل. ربع ساعة بس. إحنا على فكرة عملناها بالمصفى، خلّيناها صفّيناها يعني عشان لو فيها أي تكتُّلات، وما طلعش أصلًا فيها تكتُّلات. فإحنا سِبناها ربع ساعة، وبعد كده هنيجي بقى نفتح عليها ونحطها في الإزازة دي. أنا الإزازة دي إزازة مَيّة عادية، والغطا اللي فوق عاملة له ثقب كده، وهاحط فيه كل الخليط ده، وهي هتاخدها على مرّتين. بالقُمع هاصُبّه فيه علشان ده أسهل كتير عليّا وأنا باعمل الدواير، بيخلّي الدواير تطلع مضبوطة. دواير القطايف بالشكل ده. صبّيت ده نُص الخليط بالضبط. لو في إزازة أكبر كنت حطّيت فيها، بس هي دي سهلة على إيدي. أنا عملتها مرّتين أو عملت إزازة تانية يعني. دي طاسة على النار، طاسة بتبقى على يعني سخنة أوي، بمنديل ورق كده مسحة زيت خفيفة أوي، يعني ما فيش زيت أصلًا، مسحة خفيفة جدًا زي ما أنتم شايفين. وهنبدأ إن إحنا هنعمل أول تيست، واحدة بس تيست، نشوف بس نجرّب إيدينا. إحنا على فكرة أول واحدة أو أول طاسة بتبقى إيدينا لسه مش مضبوطة، والطاسة لسه ما حميتش، ما سخنتش أوي. بعد كده إيديكم بتضبط وبتبقى القطايف زي الفل والدواير زي الفل. دي واحدة كده جرّبناها تيست كده في النُص، هو لسه ما يعني طلعت مضبوطة شوية، بس أنا كنت عايزة أكبّر أكتر من كده. دلوقتي بقى هنعمل القطايف أهو. الطاسة سخنت وبقت حلوة، حطينا كده، وأول ما بتسخن أوي، أوي، بنخلّي النار بقى بعد كده وسط. أول ما بتشوفوا كده الفقاعات دي طلعت، الثقوب دي، كده هي بتستوي. ومش عايزين يعني نخلّي أول ما الوش يبقى ما فيش عجين، هو بيبقى لونه أبيض كده عجين. أول ما بنشوف إن العجينة أهو كده ما فيش عجين، نبدأ إن إحنا نشيلها على طول. وأول ما بنشيلها إحنا بس باحطه في الطبق ده عشان أشيله، وعلى طول على فوطة، وتتغطى كمان بفوطة، ما تتسابش في الهوا، لإن لو اتسابت في الهوا بتنشف. لازم فوطة تحت وفوطة فوق. كده إحنا بنعمل واحدة تانية عشان أجرّب أورّيكم يعني. أهي الدواير، بُص قد إيه اللي بالإزازة سهلة. باعملها سهلة أوي على إيدي، والإزازة صغنّنة وحلوة. ده بقى هيروح على فوطة تحت وفوطة فوق، شايفين؟ ما بتقعدش ثواني على النار. أول ما بنعملها بتبقى فيها الثقوب دي، فالثقوب دي لمّا بتبقى العجين اللي فيها بيروح، خلاص بنطلّعها ونحطها على الفوطة. ونبدأ بقى نخلّص إيه، نخلّص كل الكمية وهاورّيها لكم في الآخر. شايفين اللون من تحت؟
ومن فوق خلاص العجين ما بقاش فيها عجين أهو، بنطلّع على طول وعلى طول ما نستناش نحُط على الفوطة على طول تحت وفوق. واحدة كمان، أنا باحب القطايف صغنّنة، لو حابين تكبّروها تعملوا في القلاية 3 مثلًا، عشان لو عايزين القطايف تبقى أكبر شوية، لكن أنا باحب القطايف الصغنّنة العصافيري دي، تبقى شكلها وطعمها حلو أوي، مش طعمها هو الطعم واحد، الشكل بيبقى باحبه أكتر، الشكل بيبقى ظريف كده وصغنّن وحلو. أهو، هنبدأ بقى نحُط على طول على أهو، إحنا عملنا الكمية كلّها بالشكل دي، الكمية كلّها اللي هي من كوبايتين دقيق، يعني حبّة كتير تقريبًا ده هيبقى كيلو تقريبًا يعني، لو إحنا هنشتريها من برّه أو بيتهيأ لي أكتر كمان، كمية ما شاء الله كتيرة، باورّيكم إن هي كلّها حلوة من تحت، آخدة لون حلو، مستوية حلو. ده الحشو اللي إحنا هنعمله، ده زبيب وبندق أنا مكسّراه عشان طبعًا هو هيبقى ناشف أوي، وجوز هند، هنبدأ نقلّب كلّه مع بعضه كده ونحشي القطايف. بُصّوا هي قد إيه طرية، حلوة جدًا، صغنّنة وجميلة وطرية، نبدأ بقى نحشي شوية صغنّنة كده في النُص، هي عشان صغنّنة ما بتاخدش كتير، ولو عايزين تكبّروها طبعًا دي حرية شخصية، بتتقفل وظريفة أوي وطرية وجميلة جدًا، أهو، سهلة وما فيهاش أي افتكاسات، يعني سهلة جدًا، وقُلت لكم على السر اللي بيخلّيها زي لون المحلات بالضبط، ما بتبقاش فاتحة كده ولونها مش حلو، وبتخلّيها مقرمشة، ما تشربش زيت خالص، وبتفضل لتاني يوم وتالت يوم مقرمشة، دي الكمية كلّها اللي إحنا عملناها أهي، هنبدأ بقى إن إحنا نقليها، ده زيت سخن، بننزّل القطايف فيه، وبعد ما بننزّلها العادي إن إحنا بنخلّيه إيه، وسط عشان تتحمّر حلو، أهو نزّلنا أهو كل القطايف في الزيت، عملناها طبعًا ما نملاش أوي، نخلّيها كده بالشكل ده، وكام ثانية كده ونقلّب، اللون بتاعها حلو جدًا، 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 لو أنتم حابين إن اللون يبقى أفتح من كده تقلّلوا البيكربونات الصوديوم، ده العسل اللي إحنا عملناه العسل التقيل، طبعًا بِرِد تمامًا، أنا ماسكاه أهو بإيدي، إحنا عملناه أول حاجة علشان يخلص ويبرد تمامًا عشان ننزّل فيه القطايف، كده خلاص أنا لو خبّطت عليها دلوقتي مقرمشة وجميلة، هنطلّعها على طول من القلاية على العسل، نقلّبها مرّة و2 و3 يعني أنا يعني كذا مرّة باقلّبها مش مرّة على الناحية دي ومرّة على الناحية دي لأ، باقلّبها على كذا مرّة والنار وسط يعني زيت يسخن أوي وبعد كده النار تبقى وسط، ونطلّعها بقى على طول على العسل، ونسيبها في العسل كده مثلًا دقيقة، يعني عقبال ما نحط القلاية التانية، ده اللي أنا أقصده، ونقلّبها كويس أوي على كل الاتجاه عشان تشرب كويس عسل، أهو نقلّبها إحنا حطينا طبعًا كل الكمية وطلعت بالشكل ده، ورشيت عليها فستق، ممكن جوز هند، ممكن أي حاجة متوفرة، سوداني، مجروش، أي حاجة، اللون ده بقى أنا باعشقه. اللون ده حلو جدًا، واللون ده زي ما بأكد لكم اللي من بيكربونات الصوديوم، بيدّيها لون أغمق شوية، وبيدّيها قرمشة فظيعة، تحفة جدًا، هتحبوها أوي، أوي، أوي. القطايف دي أكلة مصرية وليها هيبة كبيرة أوي على سفرتنا من زمان جدًا، والمصريين هم اللي اتفننوا في عجينتها وحشوتها لحد ما بقوا أساتذة فيها، هي رمز البركة واللمة في شهر رمضان، ما فيش بيت في مصر ما بيعملهاش بمزاج وحب. هي مش مجرد حلويات، هي ذكريات حلوة في قلب كل واحدة فينا من وإحنا صغيرين. شايفين الجمال واللون الجميل أوي ده؟ مقلبظة كده وصغننة وجميلة ولونها يفتح النفس فعلًا، كمان هتشوفوها دلوقتي أنا باوريها لكم من جميع الاتجاهات، وكمان هتشوفوها لمّا تتفتح هي مقرمشة أوي من برّه، ما شربتش زيت، في نفس الوقت من جوّه طرية، لإن العجين من جوّه بيبقى طري شوية، فاهمين قصدي؟ وطبعًا في مكسرات فبتخلّيها حلوة جدًا وطرية من جوّه ومقرمشة من برّه. هنبدأ نفتح بقى واحدة أهو، نفسي تسمعوا الصوت ده، بُصّوا طرية من جوّه إزاي، ومن برّه آخدة قرمشة تحفة، تحفة، حلوة أوي. هافتح كمان واحدة تانية، جامدة جدًا لونها، لونها يفتح النفس أوي. وقرمشتها جميلة. طبق القطايف كده بقى جاهز، مقرمش من برّه وطري من جوّه واللون الدهبي ده بيفتح النِفس، أتمنى تجرّبوها بنفس الطريقة دي، وإن شاء الله تطلع من إيديكم أحلى كمان، ويشرّفكم في كل لمّة. ولو بتحبوا الحلويات الشرقية اللي بتكمّل اللمّة، لازم تشوفوا فيديو كنافة بالكريمة اللي عملناه المرّة اللي فاتت. جرّبوها وبألف هنا.